والترحيب بالسادة زملائي أعضاء هيئة التدريس الكرام، أعزائي الطلبة والطالبات. اليوم سوف نقدم لكم نافذة على تاريخ مصر. مصر أرض العروبة، مصر أرض الأصالة. دعونا نتجول جولة تاريخية مع مجموعة فرسان التاريخ مع مدرستنا ميت الرخا رقم 1، وجولة تاريخية تحت عنوان مصر بين الماضي والحاضر. تعال، أول محور هنعرفه مع الطالبة. اتفضل. أنواع الهجرة: هجرة داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الداخلية هو الانتقال بين محافظات مختلفة. الهجرة الخارجية هو الانتقال بين مصر ودول العالم. تمام، دي أولاد أنواع الهجرة التي نعرفها منذ القدم والحداثة. ننتقل إلى محور هام في تاريخنا. اتفضلي. الزيادة الطبيعية هي الفرق بين أعداد المواليد وأعداد الوفيات في فترة معينة. تمام، مصر يا أولاد بتعاني من مشكلة الزيادة الطبيعية منذ القدم وزادت في الحاضر. ننتقل إلى دور مهم في حياتنا منذ القدم. دور الأم الفرعونية: شجعت الملكة إياه حتب ابنها الملك أحمس على طرد الهكسوس من مصر بعد وفاة والده الملك سقنعرع وأخيه الأكبر كامس. تمام يا ولادي، دور الأم منذ القدم من أيام الفراعنة، فتحية لكل أمهات مصر. نيجي لمحور آخر وهو تعالى الملابس قديما في مصر الفرعونية. كانت ملابس عامة الشعب تصنع من الكتان، ولكن الأغنياء كانت ملابسهم تصنع من الحرير أو الكتان عالي الجودة. تمام، يبقى مصر الملابس قديما كانت معظمها من الكتان لانتشار زراعته في الفترة تلك. نيجي على فاطمة تعرفنا نظام الحكم قديما. نظام الحكم قديما كان يتكون نظام الحكم من 4 طبقات. الطبقة الأولى الملك وأسرته، الطبقة الثانية الوزير وكبار الكهنة، الطبقة الثالثة صغار الموظفين وكبار الحرفيين، الطبقة الرابعة صغار الحرفيين والعاملين بالزراعة. تمام يا أولاد، مصر من أقدم الدول التي وضعت نظم للحكم في العالم. نيجي لمحور آخر في تاريخنا. اتفضلي. هتقول لنا دور إيه؟ الأب. دور الأب بقى. يرعى أفراد الأسرة وتوفير احتياجات الأسرة. تمام يا أولاد، دور الأب مهم في مصر الفرعونية. نيجي بقى على اتفضلي يا تعالي. قلة الكثافة السكانية في محافظات الحدود الصحراوية، ومن عوامل طبيعية وعوامل بشرية. عوامل الطبيعية ندرة المياه وعدم استواء السطح. العوامل البشرية نقص الخدمات مما أدى إلى قلة الكثافة السكانية. تمام يا أولاد، مصر كانت قديما تتركز في الوادي والنيل، في الصحراء كانت ندرة للأسباب اللي زميلتكم قالت لي. نيجي على محور آخر وهو اتفضلي. المشكلة السكانية: زيادة السكان وتفضيل الذكور عن الإناث، وكثرة الإنجاب خاصة بالريف، وتفضيل الذكور عن الإناث. تمام يا أولاد، المشكلة السكانية دي مشكلة يجب التخلص منها. ننتقل إلى محور آخر. تعالى. يذهبون إلى بيت الحياة يتعلم العلوم المختلفة ويساعد والديهم في الأعمال المختلفة. دور الأبناء يا أولاد قديما كانوا غير يذهبون إلى مدرسة الحياة. مدرسة الحياة هي المدرسة حاليا، كانوا يلقبوها مدرسة الحياة. ومش كده بس، ما كانوش للتعلم فقط، بل لمساعدة أولياء الأمور اللي هم الأب والأم في الأعمال الحرفية الأخرى. ننتقل إلى محور آخر. اتفضلي. عندنا 3 فئات عمرية، وهي فئة صغار السن وكبار السن وسن العمل. تمام، دي فئات الهرم السكاني وبناخدها في الصف السادس بردك في الوطن العربي، هنا مخصصينها في جمهورية مصر العربية. ننتقل إلى محور آخر واتفضل يا. الهرم السكاني هو رسم بياني ينقسم إلى جزئين: جزء خاص بالذكور باللون الأزرق وجزء خاص للإناث باللون الأحمر. تمام يا أولاد، الدولة عملت الهرم السكاني لتوفير احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأخرى. نيجي بقى على المحور الأخير في جولتنا لهذا اليوم. الهرم السكاني هو توزيع للسكان من حيث النوع والعمر. تمام يا أولاد، بعد هذه الجولة التاريخية نشكر مجموعة فرسان التاريخ في مدرستنا ميت الرخا اللي قدموا لنا نبذة مختصرة وجولة كاملة حول مصر بين القديم والحداث. وتحية وشكرا لحضراتكم، إلى لقاء آخر.